السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم أخبار الزمالك هنا وهناك. قبل ما أبدأ أخبارنا حابب أشيد بالأستاذ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك. الراجل دوت عامل شغل عالي جدا في فريق الكورة. الإعارات بتخرج بفلوس، اللعيبة اللي ملهاش مكان خارجة من النادي بمقابل مادي كويس، جاب للنادي مبلغ مالي كويس. غير الاخبار اللي احنا هنعرضها لحضراتكم بتأكد ان احنا ماشيين بشكل مؤسسي حلو جدا في منظومة كرة القدم الزملكاوية. على مسؤولية الصحفي الزملكاوي الأستاذ صبحي عبد السلام، لاعب بتروجيت حامد حمدان الفلسطيني أصبح رسميا في نادي الزمالك مقابل 25 مليون جنيه. اللاعب عمره 25 سنة، طبعا هيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، وبرضه آدم كايد هيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية. حامد حمدان بيلعب في وسط الملعب في مركز 6 و8. لعب مع بتروجيت الموسم اللي فات 24 لقاء من أصل 25 لقاء، أحرز هدفين وصنع هدف. من المنتظر ان تحصل جلسة ما بين الاستاذ جون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك والاستاذ عمرو بسيوني مدير التعاقدات لنادي بيراميدز من اجل ابرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز. طبعا في اسماء كتير اتطرحت في الاعلام علشان الاسماء دي تخرج من بيراميدز تروح نادي الزمالك، منها زلاكا واسامه جلال ومحمود صابر ولعيبه كتير ما بتشاركش مع نادي بيراميدز نادي الزمالك عايزها. محمود صابر كان نادي الزمالك عايزه من بيراميدز، ولكن بيراميدز اشترط الحصول على مبلغ 50 مليون جنيه لبيع محمود صابر لنادي الزمالك. الصفقة التبادلية المحتملة اللي بيتحدث عنها الإعلام إن نادي بيراميدز هياخد من نادي الزمالك محمد صبحي أو أحمد فتوح أو ناصر ماهر في مقابل ضم اللاعب محمود زلاكا من بيراميدز للزمالك. هل يرغب اللاعب أحمد عبد القادر في اللعب لنادي الزمالك؟ تقارير صحفية أكدت إن النادي الأهلي يمتلك عرض واحد فقط لشراء اللاعب أحمد عبد القادر، والعرض ده من نادي سيراميكا كليوباترا، ولكن اللاعب رافض انه يروح نادي سيراميكا كليوباترا وبيعرض على الاهلي انه يتنازل عن باقي مستحقاته ويمشي من الاهلي وياخد الاستغناء ويروح يلعب في النادي اللي هو عايزه واللي هو مؤكد يعني بنسبة 100% نادي الزمالك. ولكن الاهلي بيضغط على اللاعب انه ممكن يتحط في القايمة زي ما هو ويقعد السنة ديت وما يشاركش، في الاخر في نهاية عقده ولا هيروح الزمالك ولا هيروح في اي حتة لانه هيكون بطل كورة اساسا، واللاعب اصلا مش هيشارك مع النادي الاهلي نظرا لقوة قائمة النادي الاهلي والاسماء اللي فيها. والاهلي بيرغب انه يبيع اللاعب لنادي سيراميكا كليوباترا لان في تعاون بينه وبين الاستاذ محمد ابو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا من اجل ان النادي الاهلي الريديف بتاعه اللي خارج من النادي الاهلي يروح لنادي سيراميكا كليوباترا مجانا، ووقت ما الاهلي يعوز اللعيبه دي يرجعها للنادي الاهلي يرجعوا له مجانا او بامور ماليه سهله ما بين الناديين، يعني في بروتوكول تعاون بينهم. في صفقة قد تكون الأولى في تاريخ الكرة المصرية إن تحصل صفقة ما بين الأهلي والزمالك مباشرة. جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك بيرغب في تقديم عرض رسمي للنادي الأهلي لشراء السنة المتبقية في عقد اللاعب أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي، وينتقل اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي الزمالك في صفقة بيع نهائي. الاعلامي مدحت شلبي اكد ان اللاعب حسام عبد المجيد او اللاعب محمد السيد لو مش هيجددوا لنادي الزمالك مش هيبقى لهم مكان في ملاعب مع نادي الزمالك في الموسم الجديد، وده مش موقف عدائي من نادي الزمالك ضد اللاعبين، ولكن سياسة نادي الزمالك انه عايز يبني فريق يقعد معاه لسنين طويلة، فاللاعب اللي مش هيبقى جزء من المنظومة اللي هتقعد معاه سنين طويلة نادي الزمالك مش هيحتاجه لان مش هينفع يبني عليه وبعد كده يمشيه ويجيب واحد غيره.
رسميا سيد نيمار من الزمالك إلى نادي البنك الأهلي مقابل مبلغ 25 مليون جنيه في صفقة بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة. وفي كلام إن الصفقة دي خلاص ملهاش علاقة نهائيا ببيع أحمد ربيع لنادي الزمالك. نادي الزمالك حاليا اقترب من ضم أحمد ربيع لاعب نادي البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه، ولكن نادي الزمالك بيحاول انه يقلل المبلغ ويدخل صفقات تبادلية في الموضوع. وطبعا لو تم انضمام حامد حمدان واحمد ربيع لاعبين خط الوسط، ويبقى عندك محمد شحاتة وعندك محمود جهاد وعندك سيف فاروق جعفر، فبكده انت مش هتبقى محتاج انك تضم محمود صابر من بيراميدز اللي بيراميدز طالب فيه مبلغ 50 مليون جنيه. في بعض الاخبار الاعلامية بتقول ان نادي البنك الاهلي طلب من نادي الزمالك شراء مصطفى شلبي مقابل 35 مليون جنيه. اعتقد ان الكلام ده غير صحيح، لان ببساطة نادي الزمالك عايز من نادي البنك الاهلي احمد ربيع، والبنك الاهلي طالب 35 مليون جنيه، فبالتالي من السهل جدا ان نادي الزمالك يعمل صفقة تبادلية يديهم مصطفى شلبي وياخد احمد ربيع. الا بقى لو البنك الاهلي عايز ياخد مصطفى شلبي ومعاه 35 مليون جنيه علشان يدينا احمد ربيع، اعتقد لو هو ده العرض الزمالك يرفضه. تقارير صحفية بتأكد ان محمد عاطف لاعب نادي الزمالك اقترب بشدة من الانضمام لنادي طلائع الجيش مقابل حصول نادي الزمالك على مبلغ 5 مليون جنيه. بشكل شبه رسمي مهاب ياسر اصبح رسميا لاعب في نادي حرس الحدود. الكلام ان الزمالك اداله الاستغناء مقابل استغناء اللاعب عن مستحقاته القديمة ودفع نادي حرس الحدود مبلغ حوالي مليون جنيه. احمد الجفلي وصلاح مصدق اصبحوا بنسبة تتعدى 90% هيبقوا خارج نادي الزمالك على سبيل الاعارة في الموسم الجديد. احمد الجفلي هيروح سنة اعارة لنادي فاركو، وبالمناسبة نادي فاركو هيدفع مقابل مادي لنادي الزمالك، مش هياخده مجانا. صلاح مصدق كان بيمتلك عرض اعارة بنية البيع من نادي الوداد المغربي، ولكن نادي الزمالك رفض العرض دوت وبيحاول حاليا انه يخرجه على سبيل الاعارة للعب داخل الدوري المصري. رسميا حسام اشرف مهاجم الزمالك الشاب الى نادي سموحة سنة على سبيل الاعارة. طبعا كان في كلام ان نادي سموحة طلب اللاعب شراء نهائي مقابل 2.5 مليون جنيه، ولكن نادي الزمالك اشترط 7 مليون جنيه، والاستاذ فرج عامر رفع العرض خلاه 4 مليون جنيه، ولكن في النهاية استقر الامر على اعارة اللاعب لنادي سموحة بمقابل مالي مش فاكر هو كام بالظبط، بس هو تقريبا مليون جنيه، حاجة بسيطة كده. وفي المقابل حسام اشرف جدد لنادي الزمالك حتى موسم 2029. اللاعب طبعا كان بينتهي عقده مع نادي الزمالك في نهاية موسم 2027، ولكن جدد موسمين كمان علشان الزمالك يوافق له للخروج على سبيل الاعارة. نتمنى للاعب اعارة جيدة ويرجع تاني للتهديف ويرجع لنا صفقة جيدة. معلومة عن ادم قايد لاعب نادي الزمالك الجديد الفلسطيني القادم من نادي اف سي بريدة. اللاعب شارك مع ناديه هذا الموسم 16 مباراة من اصل 38 مباراة، احرز خلالهم هدف واحد وليس له صناعات تهديفية. اللاعب بيلعب جناح ايسر، عمره 23 سنة، والكلام اللي اتقال ان اللاعب هياخد في نادي الزمالك $1 مليون على 3 سنوات، يعني اول موسم $300,000، الموسم الثاني 350، الموسم الثالث 400، علشان يبقى $1,050,000. طبعا هتقول لي ارقامه في الدوري الهولندي ضعيفة، هقول لك عندك حق 1,000,000%، ولكن عايزك تفتكر محمود بن طايق
يعني تاريخه كان عامل ازاي مع ناديه القديم ستراسبورج، واصبح تاريخه عامل ازاي دلوقتي مع نادي الزمالك. طبعا فرق ما بين السماء والارض، فربما البيئة اللي هو لعب فيها في الدوري الهولندي كانت غير صالحة ليه، فبالتالي ما اداش بشكل كويس، وان شاء الله نتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك. رسميا تم الاتفاق بين نادي الزمالك ونادي ستيلا دامادورا لضم اللاعب شيكو بنزا جناح ايسر نادي ستيلا دامادورا البرتغالي الى نادي الزمالك 4 سنوات. طبعا تم الاتفاق على كافة الامور المالية بين النادي الزمالك والنادي البرتغالي، وتم الاتفاق ايضا ما بين الزمالك واللاعب على المقابل المادي، واللاعب هينضم للزمالك 4 سنوات. اللاعب شارك مع نادي ستيلا دامادورا الموسم اللي فات 13 مباراة، له مساهمة تهديفية واحدة في ال 13 مباراة. طبعا هرجع واقول لك ده مش مقياس، لانه ممكن يفشل هناك وينجح هنا في نادي الزمالك، خصوصا ان اللاعب لسه عمره 26 سنة.